السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. كده هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نعمل مع بعض صينية البطاطا الحلوة. البطاطا دي طبعا موجودة عندنا كلنا في السوق. وكمان سعرها رخيص، يعني سعرها مش غالي، وجميلة جدا لينا كلنا ولأطفالنا. حلوة جدا وجميلة. نعملها بطريقة جديدة النهاردة، طريقة حلوة جدا هتعجبكم ان شاء الله. هنجيب كده البطاطا معانا، وطبعا هنقشرها زي ما انتوا شفتوا كده ونغسلها كويس، ونيجي بقى نقطعها زي ما انتوا شايفين كده شرايح عريضة شوية. طبعا انتوا عارفين البطاطا ديت بتبقى أكلة سهلة وبسيطة، خصوصا اللي عندهم أطفال صغيرين. بتبقى كويسة جدا كأكلة ليهم أو تحلية حلوة جدا. للكل والله، حتى الكبير بيحبها برضو. أنا عملتها وما شاء الله كله حبيبها وكانت طعمها جميل جدا. وكمان جددنا في طعمها شوية، عشان ساعات بنعملها مشوية في الفرن أو بنعملها على البخار، بتبقى طعمها معروف يعني، عشان بقالنا زمن بنعملها كده قلنا نغير شوية كده النهاردة. قطعناها بالمنظر ده كده زي ما انتوا شايفين، شرايح زي البطاطس كده. قطعناها كده شرايح عريضة شوية، وهنحطها بقى في الحلة بتاعتنا. هنكبها كلها كده. هنفضيها زي ما انتوا شفتوا كده بالمنظر ده. نحوش بقى كده البلانشة، ونحط بقى الحلة بتاعتنا. عفوا، نجيب كده كوباية مية صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين كده، يا اما كوباية مية كبيرة ونجيب الربع، يعني ربع كوباية مية كبيرة او كوباية مية صغيرة. ونحط 4 معالق من السكر بالمنظر ده كده. ونحط بقى، لو يا ريت لو عندك سمنة بلدي نحط منها معلقة. انا الوقت بجهز عشان انا بسجل الفيديو، فبجهز السمنة الوقت من البطرمان. بحط كده معلقة من السمنة البلدي و... وعلى نار هادية بقى، ونسيبها تاخد وتدي مع بعضيها لحد ما تطلع بالمنظر ده كده. هتقعد معاكي تقريبا نص ساعة او ساعة الا ربع على البوتاجاز، على نار هادية، مش نار عالية، نار هادية. تاخد وتدي كده مع بعضيها لحد ما تلاقيها بقت لينة خالص كده، وبقت مستوية بالمنظر الجميل ده. نبدأ بقى نهرسها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما تلاقيها عاملة معاكي زي البطاطس المهروسة كده. كلها بقى ايه، مهروسة كلها وناعمة كده معاكي، لحد ما نظبط بقى كل البطاطا اللي في الحلة كده بالمنظر الجميل ده. ريحتها كانت جميلة والله، لسه ما عملناش فيها حاجة، بس كانت ريحتها حلوة جدا. هنجيب بقى نص لبن، كيلو الا ربع تقريبا في الحدود دي كده، نكون مغلي او لبن عادي. ونجيب بقى ربع كوباية نشا، هو ده على قد يعني ربع كوباية اللي هو في الكيس دوت. نضربه كده نضربه كده بالمضرب عشان ما يكتلش، ونقلبه كويس جدا زي ما انتوا شايفين. هو ده بقى الصوص اللي هيبقى فوق البطاطا، اللي هيديلها بقى الطعم ويديلها منظر ويخليها كويسة جدا. نحط بقى معلقتين من السكر، لو انت مش عايزاها مسكرة قوي او سكر اقل من كده ممكن تحطي معلقة سكر واحدة. عايزاها مظبوطة والسكر بتاعها كده بتاكلي حاجة مسكرة، معلقتين كويسين قوي، عشان احنا حاطين في البطاطا 4 معالق من السكر. كيس بقى من الفانيليا، كيس من الفانيليا هنحطه كده على النشا وعلى اللبن. انا طبعا كان في كيس ونص فانيليا، حطيتهم الاتنين عشان انا بحب ريحة الفانيليا في الحاجة، بتديلها ريحة جميلة جدا. هنقلبهم طبعا كويس جدا مع السكر كده والنشا والفانيليا. واحط كمان معلقة من السمنة البلدي، بتفرق معانا في طعم النشا، بتخلي طعمه حلو جدا وريحته بتبقى طالعة يعني حلوة. هنقلب بقى كله وننزل كده اللي في المعلقة بتاعتنا ونقلبه كويس جدا. هنخلص تقليب كويس كده فيها، ونحس ان اندمجت كلها مع بعض، نقوم حاطينها على النار ونقعد بقى نقلب لحد ما ايه، تبدأ بقى تبقى معانا ايه، مهلبية. نجيب بقى الصينية بتاعتنا على بال ما هي تستوي المهلبية بتاعتنا او الصوص بتاعنا،
ونبدأ بقى نجيب صينية كده، اي صينية عندك او اي طاجن انت حابة تحطي فيه، وندهنها كده من السمنة، نغلفها كلها كده بالسمنة كده بالفرشة بتاعتنا بالمنظر ده، من الحروف بقى ومن الارض كده زي ما انتوا شايفين. كده خلاص عملنا الصينية بتاعتنا. ننزل بقى بكمية البطاطا كلها، هننزل كل اللي في الحلة كده عشان نجهز الصينية بتاعتنا. طبعا يا جماعة ما بتاخدش يعني مجهود ولا حاجة، وحاجة سهلة جدا وجميلة، وبتديكي نتيجة كويسة جدا، طعمها جميل بصراحة، طعمها حلو جدا وهتعجبكم. انا لما بعمل الحاجة ليكم ببقى مجرباها ليا برضو ولبيتي ولولادي، ولو وحشة مش بطلعها فيديو اصلا، ولو كويسة بجد وعجبتنا وطعمها حلو وشايفاها حاجة مفيدة وهتفيد الناس، بقوم عاملاها فيديو واصورها. نفردها بقى كده بالمنظر ده لحد ما تبقى متسوية كده معانا في الصينية، على بال برضو ما انا سايبة برضو على النار المهلبية جنب بنتي، يعني بتقلبها لحد ما تتقل كده وايه ونعملها. زي ما انتوا شايفين كده اهي، هي قلبت وزي ما انتوا شايفين وصلت للقوام اللي انا عاوزاه. اول ما تبدا تبقبق معاكي كده وتعمل بقليل كده في الشكل بتاعها من فوق، يبقى كده تمام معانا، المهلبيه استوت اللي احنا عايزينه، يعني بالقوام اللي احنا عاوزينه. شايفين البقلله والبابلز بتاعها اللي بتطلع فوق دي، ده كده خلاص استوت معانا. وهي سخنه عادي اجيبها بقى واحطها عادي على البطاطا زي ما انتوا شايفين كده، سخنه اهي. البخار عمال يجي على الكاميرا بس يعني الحمد لله الصورة باينة. هننزلها الكمية كلها كده ونفردها بقى بالتساوي على كمية البطاطا اللي معانا كلها. كده فردنا كده بالتساوي كله وظبطناها كده ما شاء الله، جميلة جدا. خلاص ما عادتش محتاجة حاجة، جميلة. هدخلها بقى في شواية الفرن بتاعي وولع عليها شوية، بس خلي بالك لحد ما توصل للوش اللي انت عايزاه عشان ما تحرقش منك. مولعه الشواية اهو بوريكم، واحطها في الفرن كده شوية لحد ما توصل بقى للقوام وللشكل اللي انا عاوزاه، وتسيبها تبرد معاكي. ويا ريت كمان تحطها في التلاجة تسقع بعد ما تبرد، بتبقى طعمها احلى واحلى، كل ما تسقع بتبقى جميلة جدا. انا هنا لسه ما سقعتش، او يعني سقعت بس مش اللي يعني لسه ما حطيتهاش في التلاجة، بس طعمها وخلاص تعرفي حتى لما ما تحطي في التلاجة وتسقع بتعرفي تقطعيها. شايفين ما شاء الله كده جميلة جدا، والطعم حكاية اهي، جميلة. عايزة كمان زي ما قلت لكم تحطي في التلاجة هتمسك في نفسها اكتر وتبقى طعمها، شايفين شكلها وطعمها ما شاء الله جميل جدا، تحفة جدا وجميلة. الكل هيحبها ان شاء الله، الصغير والكبير هيحبها، وسهلة وحاجة طبعا مش مكلفة قوي يعني ان احنا ما نعمل يعني نعملها يعني، لا جميلة. ان شاء الله تعجبكم، مع الف سلامة، مع السلامة.